السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الدرس الثاني من الجبر اللي هو كان بعنوان الأعداد المركب. لو أنت فاكر في الدرس الأولاني إحنا ما جبناش سيرة حاجة اسمها عدد مركب، إحنا كنا كل حاجة جبنا سيرتها كانت حاجة اسمها عبارة عن عدد التخيل. قلنا العدد التخيلي ت هو عدد مربعه يساوي سالب واحد. يعني يا أستاذ أنا مثلا لو جالي جذر سالب 9، فإحنا قلنا التسعة جذرها 3 والسالب بيطلع بره بت، يبقى الإجابة هي 3 ت. طب هل ده بس الحاجة اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت؟ إطلاقا، إحنا خدنا المرة اللي فاتت إزاي نحل معادلة. كمان خدنا حاجة اسمها قوى العدد ت، كل دي حاجات خدناها وكان عليها واجب، فنتمنى تكون انت دوست في الواجب شوية. كده كده هنقعد نراجع معاك ونحل الواجب ده كله. طيب النهارده بقى بنعمل ايه؟ النهارده بنتكلم عن حاجة اسمها العدد التخيلي. ما هو العدد التخيلي؟ العدد المركب، ما هو العدد المركب وما إلى ذلك. طيب العدد المركب قال لك هو عدد ولكن مكون من جزئين، أحدهما حقيقي. كان في أغنية زمان لمحمد فؤاد اسمها الحب الحقيقي، مش عارف تعرفوها ولا لا. وأحدهما تخيلي. تمام؟ يبقى أحدهما حقيقي والجزء الآخر تخيلي. يبقى العدد المركب هو عدد مكون من جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي. يعني مثال، لو جيت قلت لك 3 زائد 5 ت. العدد ده كده شكل راكب على بعضه كده، كله على بعضه حته واحده، احنا بنسميه عدد مركب. ليه؟ لانه مكون من جزئين، جزء حقيقي اللي هي الثلاثه ده بنسميها جزء حقيقي، والخمسه دي بنسميها جزء تخيلي. وعايزك تتعود دايما ان احنا بنيجي نكتب العدد المركب بنكتب الجزء الحقيقي الاول بعد كده التخيلي. يعني مش هتقول لي مثلا ايه 5 ت زائد 3، شكلها بايخ. اوكي؟ طيب يبقى دايما بنكتب الجزء التخيلي الحقيقي الاول بعد كده التخيلي. جاي مثلا مثال تاني زي 7 ناقص 2 ت، ده عدد مركب. 3 زائد جذر 5 ت، ده عدد مركب. 7 بس هو أيضا عدد مركب. 7 كده بس؟ يا مستر يعتبر عدد إيه؟ مركب. إيه ده؟ ليه يا مستر؟ قال لك لأن ده جزء التخيلي قيمته بصفر، ملهوش جزء تخيلي، أرمل، سنجل لوحده، ما عندوش حتة تخيلية جنبه. وصلت؟ زي ما أنا أقول لك مثلا 3 ت، ده أيضا عدد مركب ولكن جزءه الحقيقي أيضا بصفر، أرملة، ما عندهاش حتة حقيقية جنبها في قلبها، مفيش الكلام ده. خلاص؟ يبقى ده اسمه العدد المركب. يبقى نقول تاني مع بعض يا شباب، إيه هو العدد المركب؟ قلنا هو عدد مكون من كام جزء؟ جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي. الجزء الحقيقي قد يكون بصفر والجزء التخيلي قد يكون بصفر، ولكن هو في الآخر يندرج تحت كلمة العدد المركب. لذلك يجي طالب يقول لك يا مستر، معنى كلام حضرتك إن إحنا في بداية الخليقة خدنا حاجة اسمها أعداد العد عين، وبعدين لما كبرت كده صغنن كده بقيت قبيلة كده صغننة قلنا في حاجة اسمها الأعداد الطبيعية طب، وبعدين كبرت كده ولا قلنا بس خد بالك ده في حاجة اسمها الأعداد الصحيحة. كبرت شويتين أقول لك بس استنى ده في حاجة اسمها الأعداد النسبية. طب في عدد جنبه اسمها أعداد الغير نسبية. طب كلها على بعضها كنت بتضم حاجة اسمها الأعداد الحقيقية. طب بعد كده خدنا حاجة اسمها العدد التخيلي، ملوش دعوة بالحقيقي. طب كل ده بقى على بعضه شاكب راكب كده اسمه عدد مركب. خلاص؟ يعني بص، هي الموضوع كله انت ايه، كل ما بتكبر في المرحلة من مراحل التعليم بتاخد فئة مجموعة أعلى،
عدد العد معزة 2 3 4 نعد. طيب بعد كده أعداد طبيعية 0 1 2 3. أعداد صحيحة فيها موجب فيها سالب فيها صفر، أعداد نسبية كسور، أعداد غير نسبية جذور، أعداد حقيقية شاملة كله نسبية وغير نسبية. بعد كده خدت الأعداد الحقيقية. شوف كل ما بتعلى في المستوى بتاخد مجموعة أعداد أكبر. طيب تعالى برضو نتكلم في حاجة اسمها تساوي عددين مركبين. عددين مركبين متى يتساويان؟ يعني عندك مثلا 3 ناقص 2 ت، قلت لك ده بيساوي س زائد ص ت. هذا العدد المركب يا صديقي بيساوي هذا العدد المركب، الاثنين بيساووا بعض. طيب معنى كده ايه؟ قال لك معنى كده ان الجزء الحقيقي من هنا قد الجزء الحقيقي من هناك. الحب الحقيقي يا فندم الجزء الحقيقي يعني قيمة السين هتساوي 3. طب وايه كمان؟ قال لك والجزء التخيلي قيمة الصاد هتساوي سالب 2. يبقى الحقيقي تمام هيساوي الحقيقي. طب ايه كمان؟ والتخيلي هيساوي التخيلي. مش بتفكرك بحاجه دي؟ خدتها في ثالثه اعدادي، كنا في الازواج المرتبه المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. هنا زيها بس بنقول الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. طيب ممكن يلعب في السؤال هنا؟ طبعا طبعا. ده يا ابني ده اكثر حاجه بيحبها هنا. يعني مثلا يجي يقول لك س زائد ص زائد س ناقص ص ت تساوي 5 وزائد ت. 5 زائد ت. يقول لك أوجد قيمة السين والصاد. طيب مثال شبه ده يتحل ازاي؟ واحدة واحدة بقى كده، امسك العقل وتعالى نحل مع بعض. انت عندك عدد مركب وده عدد مركب. تقول يا مستر هل هو ده كده كله عدد مركب؟ اقول لك اه. ما هو كل اللي مش لازق في الت، شايف ده كده؟ كل ده اللي تبع الت ده تخيلي. طب وده حقيقي. طب انت اكيد دلوقتي فهمت هعمل ايه؟ هاخد الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يعني مين الحقيقي يا استاذ؟ س زائد ص. مين الحقيقي من هناك؟ الخمسة. حلو. مين التخيلي من هنا يا استاذ؟ س ناقص ص. مين التخيلي من هنا يا استاذ؟ الواحد. ارجع بقى في الزمن لثالثه اعدادي، عندنا معادلتين من الدرجه الاولى في متغيرين، واحد بالموجب وواحد بالسالب، يتحل ازاي؟ مستر ممكن نحطهم تحت بعض على طول. اقول لك احسن. يبقى س زائد ص تساوي 5، س ناقص ص تساوي 1، شد سطر وقول بالجمع. س وس يبقى مظبوط. ص هتروح 5 و1 هتدينا 6 على الاثنين يبقى س هتساوي 3. يبقى كده قيمة الس هتساوي 3 بالتعويض في المعادلة رقم 1. يبقى قيمة الصاد هتساوي 2 من 3 زائد 2 تدينا 5. يبقى أنا كده قدرت أطلع قيمة الس وقدرت أطلع قيمة الصاد. تعالى مثال تاني عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. تعال نشوف يلا مثال مكتوب على السبورة. بيقول لك س زائد ت ص بيساوي جذر 4 زائد ت أس 22. طب قبل ما نحل يا صاحبي ما تيجي نهندم بس الجزئية دي. جذر سالب 4 احنا قلنا السالب يطلع بره بت، وجذر الأربعة 2 يبقى دي كأنها 2 ت. طيب الت أس 22 فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقسم ال 22 على 4 هيطلع فيها الخمسة ونص. 5 ونص دي يا صاحبي اللي هي كأنها 5 من 10 اللي هي كانت بتدينا كام؟ بالظبط كده كانت بتدينا -1، يبقى دي كأنها -1.
طب احنا قلنا دايما نخلي الحقيقي الاول يبقى -1 زائد 2 ت. كده انت كتبت العدد المركب بتاعك بصوره صحيحه. طب ما تيجي نقارن. مين الحقيقي من هنا صح؟ الحقيقي من هنا س، مين الحقيقي من هناك -1. اذا قيمه السين هتساوي -1، الحقيقي هيساوي الحقيقي. التخيلي اللي هي ص ولا ت؟ اكيد ت، ده الحته التخيليه يبقى هو يقصد ص، يبقى ص هتساوي الجزء التخيلي من هناك هيساوي 2. يبقى انا كده عرفت قيمه الايه؟ السين وقيمه الصاد. كلام سهل. هنروح لعنوان جديد عشان تبقى انت فاهم الدنيا، حاجه اسمها مرافق العدد المركب. الحته دي حته مهمه بتيجي في الامتحانات على طول، موضوع سؤال دايما من الموجهين. مرافق العدد المركب قال لك هو نفس العدد ولكن مع اختلاف إشارة الجزء التخيلي. تاني كده، تاني، يبقى مرافق العدد المركب هو نفس العدد، ولكن إيه اللي حصل؟ هيغير إشارة الجزء التخيلي. بمعنى، تعالى يا صاحبي لو قلنا مثلا 3 زائد 2 ت، فين يرى الحتة التخيلية اللي معاك؟ 2 ت غير إشارتها، يبقى المرافق لها هو 3 ناقص 2 ت. بس يبقى كل اللي أنا بعمل إيه؟ بغير إشارة الحتة التخيلية. طب لو قلت لك 5 زائد 2 ت، يبقى المرافق 5 ناقص 2 ت. 7 ناقص 3 ت، يبقى المرافق 7 زائد 3 ت. 2 ت هي على بعضها عدد مركب، ما تنساش ان جزءها الحقيقي بصفر، يبقى 2 ت مرافقها هو -2 ت، بغير في إشارة التخيلي. طب 7 هو عدد مركب جزء التخيلي بصفر، طب لو جزء التخيلي بتاعه بصفر هينفع تغير إشارة الصفر؟ طبعا لا، يبقى قيمة السبعة هتنها مرافقها 7 زي ما هو. يبقى تاني عنوان معانا النهارده وهو مرافق العدد المركب. يعني ايه مرافق العدد المركب؟ تاني مرة قلنا هو المرافق ما هو إلا نفس العدد المركب مع اختلاف إشارة الجزء التخيلي. كلام سليم. طيب أنا استفدت إيه؟ يعني ماشي، شاطر يا مستر، انت كده عرفتني يعني ايه جزء تخيلي والمرافق والليله دي، ماشي. وبعدين انا استفدت ايه؟ يعني مش فارق معايا اصلا. لا، هتفرق معاك لما تعرف المعلومه دي، ان اي عدد يا صاحبي جمعته مع المرافق له، فطبعا بديهيا ده بالموجب وده بالسالب هيروحوا مع بعض، و3 و3 6. فكل اللي انت هتعمله انت تاخد الجزء الحقيقي وتضربه في 2. يعني مثلا الجزء الحقيقي 3 في 2 بصفر. الجزء الحقيقي ب7 2 في 7 ب14. طالما احنا بنجمع خد بالك من الكلام، مش بنطرح يبقى هنغير اشارات. يعني مثلا 3 زائد 2 ت ناقص 3 ناقص 2 ت، طبعا ناقص دي المفروض ايه؟ هتتوزع، يبقى 3 زائد 2 ت ناقص 3 ناقص تبقى زائد 2 ت، فده هيروح مع ده، 3 2 و2 تدينا 4 ت. يبقى انا فهمت فكره الجمع والطرح وهي اصلا بسيطه. طيب لو انا بقى عايز اضرب العددان المترافقان، هنا بربط الفرس وخد بالك من اللي انا هقوله كويس قوي. 3 زائد 2 ت عايزك تضربها لي مع 3 ناقص 2 ت. اسمع بقى انا هقوله لك. الحقيقي في الحقيقي ناقص التخيلي في التخيلي. الحقيقي في الحقيقي، مين يا مستر الحقيقي اللي هنا؟ 3 في 3 9 ناقص التخيلي في التخيلي 2 في 2 ب4 ت في ت ب ت تربيع. كأني كنت بعملها فرق بين مربعين. فاكر فرق بين المربعين بتاع زمان؟
الفرق بين المربعين بتاع زمان كنا نقول واحدة بالموجب وواحدة بالايه؟ بالسالب، فأنا ضربت الأول في الأول والتاني في التاني. فبالظبط ده اللي أنا بعمله، بضرب العددين المترافقين الأول في الأول والتاني في التاني، الحقيقي في الحقيقي والتخيلي في التخيلي. بس لازم تكمل. يعني بمعنى 9، خد بالك بقى، التاء تربيع دي يا باشا قيمتها كام؟ مظبوط. طب السالب 1 في سالب 4 يبقى موجب 4. 4 و9 تدينا هنا بقى في سؤال مهم. هل معنى كلامي إن أي عددان مترافقان حاصل ضربهما لازم يديني في الآخر عدد حقيقي ولا لأ؟ هسيب لك دي تفكر فيها وتبعتها لي. خلاص؟ يبقى هل حاصل ضرب أي عددين مترافقين لازم يدينا عدد حقيقي؟ هسيبها لك، جربه لي. طيب جيت قلت لك عايزين نضرب 5 ناقص 7 ت، عايزين نضربوها في 5 زائد 7 ت. طبعا انت مع الشغل هتلاقي نفسك ايه بقى، الدنيا بتمشي معاك. يعني مثلا 5 في 5 25 ناقص 7 في 7 49 ت تربيع، ممكن تقول لك زائد على طول. ما هو ادرك ان فكره ان ت تربيع دي بسالب 1، فسالب 49 في سالب 1 تبقى زائد 49. يبقى انت ممكن وانت شغال في المساله ممكن بدل ما تكتب ناقص 49 ت تربيع تعملها زائد 49 على طول من غير ت تربيع. يبقى انت ريحت على نفسك فكره ان انت تقعد تكتب ت تربيع وتغيرها. القصه دي كلها طبعا 5 9 14 معانا 1 يبقى تدينا 4 و7. جيت مثلا قلت لك 5 ت اضربها لي في سالب 5 ت، دول عددان مترافقون ايضا. طيب موجب في سالب بسالب 5 في 5 في 25 ت تربيع، يعني تدينا موجب 25. كلام سليم سليم. طيب هنا بقى يبدأ سؤال مهم، يجي يقول لك كده أوجد ما يلي في أبسط صورة. ويجي يقول لك كده أوجد ما يلي في أبسط صورة. يقول لك مثلا اجمع لي 3 زائد 2 ت، اجمع حالي مع 7 زائد جذر سالب 5. سالب جذر 25. طيب يا ترى يا هل ترى هتتجمع ازاي؟ تعالى مع بعض كده نفكر ونشوف هتبقى الجمع ازاي. اولا ده عدد مركب مفيش ادنى مشكله فيه، لكن هل ده عدد مركب؟ هو عدد مركب ولكن مش في الصوره المثاليه. بمعنى يبقى انت هتقول لي 3، خلينا بقى نعملها بلون تاني، 3 زائد 2 ت زائد 7، السالب يطلع بره ت، جذر 25 يبقى زائد 5 ت. يبقى انت جذر سالب 25 خليتها 5 ايه؟ 5 ت. طيب اجمع عادي بقى، 3 و7 الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يبقى 3 و7 تدينا 10 زائد 2 ت و5 ت يدينا 7 ت، يبقى الإجابة 10 زائد 7 ت. كلام سهل. طيب يقول لك ماشي يا عم سهلة، يعني انت عمال تقول سهلة سهلة سهلة. تعال شوف المثال ده وقول لي رأيك ايه؟ عايزك تضرب لي 2 زائد 3 ت، اضربها لي في 5 ناقص ت. هنا سؤال، هل العددان دول مترافقان؟ أو لأ؟ بالمنظر كده مش مترافقان. طب إيه العمل؟ فاكر يا باشا التوزيع بتاع أولى وتانية إعدادي؟ بمعنى هتاخد الجزء الحقيقي ده بين الأول في الأول والأول في التاني والتاني في الأول والتاني في التاني. نقول من تاني، الأول في الأول، الأول في التاني، التاني في الأول، التاني في التاني. يلا ننفذ، يلا بينا. 2 في 5 10، 2 في سالب ت بسالب 2 ت،
3 ت في 5 يبقى 15 ت. 3 ت في سالب ت يبقى سالب 3 ت تربيع. نقولها كمان مرة، يبقى الاتنين في 5 ب10. 2 في سالب ت بسالب 2 ت. 3 ت في 5 ب 15 ت. 3 ت في سالب ت يبقى سالب 3 ت تربيع. طيب 10 ناقص 2 ت زائد 15 ت شرط الكبير واطرح يبقى موجب 13 ت ناقص 3 ت تربيع. احنا قلنا ت تربيع دي بسالب 1 وفي سالب 3 يبقى موجب 3. ف3 و10 تدينا 13 زائد 13. موضوع في منتهى السهولة. تعالى اوريك مثال. معانا حاجة زي كده 1 زائد ت كل أس 10. نتعامل ازاي مع القوس أو أس 10 ده؟ يبقى الموضوع ماشي ازاي؟ الموضوع يا ولاد بمنتهى البساطة إن أنت مش هينفع. أنا سامع الولد اللي عمال يقول لك إيه؟ طب ما أنا أوزع على 10 يبقى 1 أس 10 ت. اسكت ما تتكلمش، أنت كده بتهرتل فامسك العقل وارجع. أولا ما ينفعش القص يتوزع طالما في زائد أو ناقص. تمام؟ طب دي إيه العمل فيها؟ العمل فيها اللي إحنا هنخليها 1 زائد ت الكل تربيع الكل أس 5. يعني أنت خليت ال10 2 في 5. طب ليه يا أستاذ؟ عشان أقدر أفك ال1 زائد ت دي بسهولة. طب 1 زائد ت الكل تربيع ده يتفك إزاي؟ الأول نربعه، التاني هنربعه. الأول في التاني في 2، 1 في ت بت في 2 يبقى موجب 2 ت الكل أس 5. طبعا ت تربيع دي بسالب 1 وأنا عندي 1 هيروحوا مع بعض يبقى لك 2 ت الكل أس 5. طيب الأس يتوزع، 2 أس 5 دي ب 32 ت أس 5 وت أس 5 دي بت يبقى الإجابة الصحيحة هي 32 ت. تمام يا شباب؟ وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة هتساعدك وتساعدني كتير. بص يا صديقي، لما تلاقي 1 زائد ت الكل تربيع عايزك تقول لي على طول بتجيب 2 ت. توفيرا للوقت، 1 ناقص ت الكل تربيع. 1 ناقص ت 1 ناقص ت 1 ناقص ت الكل تربيع دي على طول بسالب 2 ت. حطها قاعدة في دماغك عشان تسهل الدنيا شوية. يعني بمعنى جيت قلت لك تعالى نفك 1 ناقص ت الكل أس 12. طيب الكل أس 12 هنخليها كده 1 ناقص ت الكل تربيع الكل أس 6. يبقى احنا خدنا ال 12 2 في ايه؟ في 6. طيب 1 ناقص ت تربيع دي على طول بسالب 2 ت الكل أس 6. سالب 2 السالب ده أس زوجة هيطير 2 أس 6 دي ب 64 ت أس 6 اللي هي بسالب 1. يعني أبسط صورة ليها هي سالب 64. طيب يجي طالب من الطلبة اللي هي يعني إيه؟ دماغتها شغالة مش عطلانة. يقول لي يا أستاذ يعني أنا شايفك أنت عمال تحط أس زوجة هنا كانت 10 وكانت 12. طب افرض جالي أس فردي مثلا جالك 1 زائد ت الكل أس 9. نتعامل معاها ازاي؟ لازم تخليها أس زوجي. هتعمل الحركة دي ازاي؟ هتقطعها يا معلم. يعني ايه؟ يعني هتقول لي دي كأنها 1 زائد ت أس 1 مضروبة في 1 زائد ت الكل أس 8. يبقى أنت خدت التسعة 1 و8. سيب بقى 1 زائد ت ديت مالكش دعوة بيها. وتعالى احنا بقى نشتغل اللي احنا عارفينه. 1 زائد ت الكل أس 8 دي كأنها 1 زائد ت الكل تربيع الكل أس 4. طب 1 زائد ت الكل تربيع احنا قلنا دي كأنها كام؟ كأنها 2 ت. يبقى 1 زائد الت هتضرب في 2 ت. 2 ت في 1 يبقى ب 2 ت. 2 ت على فكرة دي أس 4 سوري ثواني. تمام؟ يبقى دي 2 ت الكل أس 4. طيب 2 أس 4 دي ب 16.
ت أس 4 دي بواحد خلاص راحت. في 1 زائد ت 16 في 1 ب 16، 16 في ت ب 16 ت، وبكده يبقى أنا بسطت المسألة بتاعتي وحطيتها في أبسط إيه؟ أبسط صورة. تعالى نشوف مثال تاني. والمثال اللي جاي ده هيبقى من الأمثلة المهمة جدا 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 زي ما أنت عايز الصورة. كده قلت لك ضعف أبسط صورة خمسة على 3 ناقص 4 ت. أنا عايز أحط العدد ده في أبسط صورة. خد بالك المعلومة دي معلومة مهمة جدا، ما ينفعش يكون المقام بتاعك فيه عدد مركب. فأنا لازم أتخلص من المقام ده. طب أتخلص من المقام ده إزاي؟ قال لك بإنك أنت تضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما. بمعنى بص يا صاحبي، أنا عندي دي مكتوبة 5 على 3 ناقص 4 ت. اللي هيحصل كالآتي، إن أنا هضرب فوق وتحت في المرافق. بمعنى هقول له كده 3 زائد 4 ت، 3 زائد 4 ت. طيب أنا استفدت إيه؟ تعالى أقول لك بقى أنا استفدنا إيه؟ تعالى في المقام الأول. المقام دول عددان مترافقان، أنت أكيد عارف بيتضربوا إزاي. الحقيقي في الحقيقي ناقص التخيلي في التخيلي، 3 في 3 ب 9، ناقص التخيلي في التخيلي 4 في 4 ب 16 ت تربيع، وقلنا ممكن تقول 9 زائد 16 يعني ممكن تقول 25 على طول. طب ايه البسط؟ سيب العدد في حاله. سيب المثلث في حاله، سيب العدد في حاله، مش دعوه بيه. طالما ده عدد سيبه. يعني ايه سيب؟ يعني 5 بره اهي و3 زائد 4 ت. 5 بره اهي و3 زائد 4 ت. 5 بره اهي و3 زائد 4 ت. طب انا سبت ليه العدد؟ سبت العدد لان انا عندي امل ان هو يختصر مع المقام. يعني هنا 5 على 5 فيها الواحد، 25 على 5 فيها الخمسة، أصبحت 3 على 5 زائد 4 على 5 ت. شفت بقى الموضوع ازاي؟ لذلك مهم جدا 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 لما تلاقي في البسط عدد سيبه. طب ليه يا أستاذ أسيبه؟ لأن يا حبيبي قد يكون العدد ده ينفع يختصر. طب افرض في البسط ما كانش عدد، ده سؤال بديهي. يعني مثلا جالك قال لك 2 زائد ت على 3 ناقص ت، وانا عايز احط العدد ده في ابسط ايه؟ ابسط صوره. طب ما يلا بينا عادي بقى، خلاص احنا فهمنا اللعبه. يبقى 2 زائد ت على 3 ناقص ت تضرب في مرافق ليها يبقى 3 زائد ت و3 زائد ت. اضرب بقى يا صاحبي، 3 في 3 ب 9 ناقص ت في ت يبقى ناقص ت تربيع، يعني من الآخر دي كأنها 9 زائد 1، يعني المقام ب 10. شوف أنا خلصت الإيه؟ خلصت المقام بتاعي كله. طب البسط؟ لا البسط ده ما ينفعش بقى أسيبه، ده لازم يتوزع بقى بيه. 2 في 3 ب 6، 2 في ت ب 2 ت، 3 في ت 3 ت، ت في ت يبقى ت تربيع. طيب ت تربيع ده قيمتها كام؟ -1، وفي 6 يبقى موجب 5 زائد 2 ت و3 ت يبقى 5 ت. طب ما انا ممكن اخد الخمسة عامل مشترك يبقى 1 زائد ت. 5 تطير مع ال10 بقى في المقام 2، 1 على الاتنين يبقى نص، ت على الاتنين زائد نص ت، يبقى هي دي أبسط إيه؟ أبسط صورة. تعالى نشوف مثال كمان. تعالى حبيب قلبي نشوف المثال ده. بيقول لحضرتك اثبت أن العددين أ وب أنهما مترافقان. طبعا زي ما أنت شايف هو مش جايب لك العددين في أبسط صورة، هو جايب لك العددين عشان أنت تبدأ
تحطهم انت في ابسط صورة وتشوف الناتج هيطلع. تعالى نمسك الالف. انت يا الف بتساوي 1 ناقص 2 ت على 1 ناقص 3 ت، زي ما انت قلت لي فعلا هضرب في المرافق، يبقى 1 زائد 3 ت 1 زائد 3 ت، اضرب 1 في 1 بواحد، 1 في 3 ت بموجب 3 ت، سالب 2 في 1 بسالب 2 ت، سالب 2 ت في موجب 3 تدينا سالب 2 ت في موجب 3 تدينا سالب 6 ت تربيع على 1 في 1 بواحد ناقص 3 في 3 9 ت تربيع بواحد زائد 9. يبقى المقام 10 البسط. بص بقى، دي ناقص ت تربيع ناقص 6 ت تربيع يعني موجب 6 و1 يبقى 7. هنا 3 ناقص 2 يبقى موجب 1 ت، يبقى الإجابة هي 7 على 10 زائد 1 على 10 ت. كده احنا حطينا الألف في أبسط إيه؟ أبسط صورة. تعال نحط الباء كمان في أبسط صورة ويلا بينا. آدي الباء اللي هي 2 ناقص ت على 3 ناقص ت في 3 زائد ت على 3 زائد، يبقى البسط هيتضرب 2 في 3 ب 6، 2 في ت ب 2 ت، سالب ت في 3 سالب 3 ت، ناقص ت تربيع على 3 في 3 ب 9، ناقص ت في ت يبقى ناقص ت تربيع اللي هي بسالب 1، 9 زائد 1 10، 6 زائد 1 7 ناقص 1 ت. يعني في الآخر طلعت 7 على 10 ناقص 1 على 10 ت. وبكده لو أنت لاحظت هتلاقي إن العدد ده هو العدد ده مع اختلاف إشارة الجزء الإيه؟ التخيلي. كلام سهل وبسيط، عايز بس منك إن أنت نشوف مع بعض كلام سهل وبسيط. كل ما في الموضوع عايز منك شوية تركيز وانت قاعد بتتفرج على الفيديو، هتلاقي الدنيا ماشية معاك بسهولة. تعال نشوف. طبعا النهارده احنا بدأنا بالعدد المركب، وقلنا العدد المركب هو عدد مكون من جزئين، جزء زي ما احنا شايفين جزء حقيقي وجزء ايضا جزء تخيلي. بعد كده اتكلمنا ازاي ان احنا نجمع او نطرح الاعداد المركبة، كل دي امثله احنا خدناها. برضو اتكلمنا في الضرب، لما بنيجي نضرب بضرب الاول في الاول، الاول في الثاني، الثاني في الاول، الثاني في الثاني. ازاي افك 1 زائد ت كل تربيع. بعد كده اتكلمنا على تساوي عددين مركبين، واتكلمنا كمان عن عددان مترافقان. كل ده طبعا هتلاقيه في المذكره لما تحملها من على المنصه وتطبعها. طيب الواجب بتاعنا هيبقى الاخطر بتاع الدرس دوت، مجرد ان انت هتحل الاخطر دوت، ويعني مش كتير، هم مجرد 40 سؤال على كام سؤال موبايل، يعني هتلاقي الدنيا في اللذيذ خالص، يعني مش هتلاقي الدنيا صعبة عليك. ان شاء الله نشوفك في حل تدريبات الدرس ده، ونشوفك على خير.